عمرك ما هتعرف تجيب عميل الا لما تتعلم ازاي تعمل بورتفوليو كويس. وفيديو النهارده هعلمك ازاي تعمل بورتفوليو من الصفر للاحتراف، من اول ما انت مش عارف تجيب ولا عميل لحد ما تجيب العميل وتتواصل معاه وتكسب الفلوس كمان. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق وزاك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده الحلقه الثانيه من حلقات تعليم العمل الحر من سلسله تعليم العمل الحر من الصفر للاحتراف. احنا الحلقه اللي فاتت علمناكم ازاي تتعلموا المهاره وطرق تعليم المهاره. كانوا طريقتين، اول طريقه الكورسات المدفوعه ودي حاجه مدفوعه مش مجانيه، ثاني حاجه اليوتيوب وهو مجاني تماما. ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. بص يا صديقي، البورتفوليو بيبقى نتيجه عن شغل انت بتعمله لكذا عميل، وبتدخل الشغل اللي انت عملته ده في البورتفوليو، ويبقى البورتفوليو هو سابقه الاعمال بتاعتك، اللي هو الشغل السابق بتاعك، الشغل اللي انت عملته قبل كده، التجربه بتاعتك. بص يا صاحبي، البورتفوليو ده ممكن يتعمل على حاجتين. اول حاجه بورتفوليو يكون خاص بيك انت، وده انت بتعمله وبتنزله في المواقع اللي هي زي خمسات ومستقل وفريلانسر وابورك، ودي بتبقى مواقع العمل الحر. في بقى بورتفوليو بيتعمل على السوشيال ميديا اللي هي التيك توك او الانستجرام او الفيسبوك، ده بيبقى برضه بورتفوليو. وهو مثلا انت مثلا ممنتج، فبتنزل الفيديوهات اللي انت ممنتجها، بتبقى انت كاتب بيفور وافتر، الفيديو قبل والفيديو بعد، اللي هو قبل وبعد المونتاج، وتبدا تنزل الفيديوهات دي على مثلا التيك توك. فالعملاء بيجوا لك منين؟ بيجوا لك من السوشيال ميديا. في عملاء انت بقى اللي بتروح لهم فين؟ بتروح لهم على المواقع، انت اللي بتروح تطلب الشغل معاهم. اما على السوشيال ميديا تيك توك او انستجرام مثلا، العملاء هم اللي بيجوا لك نتيجه انهم شافوا الفيديو بتاعك. زي شخص انا اتواصلت معاه عشان يمنتج لي فيديو، اتواصلت معاه من خلال ان انا شفت فيديو ليه نازل على التيك توك، فشفت الفيديو فدخلت اتواصلت معاه، والحمد لله منتج لي فيديو وخد ال 250 جنيه. طب دلوقتي يا علاء، انا عايز اعمل بورتفوليو ازاي وانا لسه ما جبتش عملاء اصلا؟ اخوك علاء جالك بالحل. بص يا صديقي، انت ما قابلتش عملاء عشان تعمل اصلا بورتفوليو، فانت عليك انك تبدا تشتغل من غير عملاء عشان العملاء تجيلك. طب ازاي؟ مثلا انت بتحب شخص اسمه مكاوي، هتاخد الفيديوهات بتاعت مكاوي وتقصقصها وتمنتجها وتنزلها فين؟ على التيك توك، او تعمل بيها سابقه اعمال. انت بتحب احمد ابو زيد، هتاخد الفيديوهات بتاعت احمد ابو زيد وتمنتجها وتنزلها على التيك توك او الانستا، او تعمل بيها بورتفوليو. يبقى انت دلوقتي معكاش عملاء عشان تعمل بورتفوليو، يبقى انت هتعمل بورتفوليو من غير عملاء. هتجيب مكاوي، هتجيب احمد ابو زيد، هتجيب الفيديوهات بتاعت اليوتيوبر انت عارفهم او مش عارفهم، وهتبدا تمنتج لهم الفيديو وتبدا تنزل الفيديوهات بتاعتك. يبقى انت كده عملت بورتفوليو من غير عملاء. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في الطلن، هتكون على الرقم اللي الكشر ده، وتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. وبرده ما تنساش تطور من نفسك، هنطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا بطل.